السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. احنا ما خرجناش في العيد بقى خالص ولا طلعنا من البيت. ف ولادي بقى كده كان طبعا عندهم مذاكرة وكده، فقالوا يلا بقى احنا عايزين نخرجوا يوم بعد العيد ما خلص بقى حوالي خامس يوم العيد. فقلت لهم طب يلا بقى نخرجوا النهارده. طلعنا النهارده بقى عشان يتفسحوا. قلت لهم يلا بقى كل سنة وانتم طيبين وبصحة رايحة لولا وسلامة. في مرجحي. قالوا النهاردة اليوم كله بقى عايزين نخرجوا. قلت لهم خلاص يلا نخرجوا بقى اليوم كله. فراحوا ملاهي. كده بقى داخلين الملاهي بقى وهم ايه، بقالهم مدة طويلة ما خرجوش، والعيد الكبير ان شاء الله هيبقى عندنا امتحانات ثانوية عامة. قلت لهم خلاص فرصة بقى بعد العيد ما انتهى ب5 ايام، عشان الزحمة طبعا وفي زحمة. قلت لهم لا بقى انتوا ايه في رواقة كده، ما يكونش فيه زحام. فخرجنا بقى بعد العيد طبعا. احنا لسه ما دخلناش يعني يوم ثواني. اخر يوم في اجازة العيد، تعتبر الجمعة كمان اجازة العيد. فاحنا خامس يوم العيد كده بقى خرجوا بقى النهاردة. قلنا نتغدوا برا ونتفسحوا بقى كده. فالملاهي بقى جميلة والله ما شاء الله. فهم قالوا ايه، قلت لهم تروحوا ايه، قالوا عايزين نروح الملاهي. قلت لهم طب خلاص نخرجوا بقى نتغدوا، وبعد ما نتغدوا بقى ايه دخلنا الملاهي. الملاهي بقى فيها حاجات مرعبة مرعبة، وهم مصممين ليركبوا الحاجات اللي هي الخطيرة العالية دي. المهم بقى ايه، آه، خايفين بقى يعني. حد قلبه جامد وفي حد بقى ايه بيغامر بقى، اللي هي العالية اللي هي احنا كده في الملاهي، اللي هي عالية جامد خالص دي. الغربال ده طبعا بيخوف، اللي هو اللي بدماغهم تحت ورجليهم فوق ديت صعبة برضه. المهم كده بقى ايه، كده بقى بيتفرجوا بيشوفوا هيركبوا ايه، لسه بيفكروا بقى كده هم هيركبوا ايه. فقلت لهم اختاروا بقى، بس الحاجات اللي هي خطر دي انا كنت مرعوبة بصراحة. يعني الحاجات اللي هي العالية وبتلف دي كنت خايفة منها. المهم قلت لهم يلا بقى انتوا حرين، اللي عايز بقى يغامر براحته. فدخلوا بقى ايه يشوفوا بقى ايه اللي هم يقتنعوا بيه بقى ويتمرجحوا ويعملوه. المهم بقى كان يوم جميل والله، يعني يوم فعلا جميل. ما شاء الله يعني. رغم ان العيد خلاص انتهى والنهارده خامس يوم او سادس يوم العيد، آه، بس في برضه في ناس في الملاهي وفي ناس بيخرجوا ما شاء الله. فلقيتهم بقى مبسوطين، يعني كانوا قاعدين في البيت ما خرجوش في العيد ولا شافوا الشارع والله. قلت لهم لا بقى كده يعني ما ينفعش، غيروا جو بقى كده، يوم مش هيعمل حاجة يطلعوا يوم. فكده بقى رحنا عايزين نركبوا اللي هي اللي بتقلب بقى، اللي هي اللي اسمها غربال دي ولا مش عارفه دي بقى كده. انا بقى بصراحه بقيت امشي بعيد واسيبهم خايفه يركبوها، وبعدين بتقلبهم بقى قلبه جامده. فصمموا بقى يركب ابني بقى، صمم ان هو يركب اللي هو البرج العالي ده، اللي هو بيطلع يلف فوق كده. أنا مش عارفة دي اسمها ايه، بس صعبة شكلها يخوف بقى يعني، عالية جامد وبيلف بيهم بطريقة جامدة كده. قلت لهم خلاص بقى انتوا اللي عايز يغامر هو حر براحته. فالمهم انا بقى كنت بصراحة خايفة، بس قلت يلا اتفسح معاهم بقى، انا كمان ما بخرجش خالص فيلا اتفرج معاهم. آه طبعا. دي بقى لا الملاهي بصراحة جميلة جميلة جميلة، فيها كل حاجة، فيها حتى المطاعم. ما شاء الله. بتاع ده حمام سباحة كبير وفي كافيه عليه حاجات بصراحة حلوة يعني، وفي هوا بقى والجو جميل. النهاردة كان الجو جميل. كده بقى ايه اللي عايزين يركبوها بقى اللي هو البرج العالي ده. فأنا كنت بصراحة مش
يعني مش راضية وخايفة منها وكده. فقال لي أنا طبعا ابني بيغامر أصلا وبيحب يغامر دايما، فهو ركب بقى واحنا خايفين عليه. فقعد هو ركب كده اهو، وبقى يطلع فوق خالص حوالي اكتر من عالي يعني كذا طول. فشكلها وهي بتلف فوق كده بتخوف بصراحة. قلت خليه يغامر بقى، يلا انت لو دخلت شرطة ولا حاجة ممكن هيبقى في حاجات زي كده برضه. فالمهم قلت ايه، مش هقول يعني اللي عايز يركب حاجة يركب عادي، ده عيد يعني، كل سنة وانتم طيبين. وبصراحة التغيير من البيت حاجة حلوة، يعني الواحد لما بيطلع من البيت بيحس ان هو نفسيا بقى احسن، لان احنا طبعا في رمضان مفيش حد بيتحرك خالص من البيت، ولا والله ولا خروج خالص، ولا في العيد حتى شفنا العيد قاعدين في البيت برضه. فقلت لا بقى يعني ايه، اليوم ده ممكن الواحد يعني تحس ان الانسان يرجع البيت بقى حتى ما يزهقش من البيت، يعني على طول ما بتحركوش من البيت. فقلت لا، تغيير بقى كده حلو، ولازم ايه الواحد يجدد شوية، لان طبعا مفيش طبعا في رمضان مفيش حد بيخرج خالص، وفي العيد برضو طبعا في البيت وما متحركناش من البيت. فقلت لا نغيره بقى، الإنسان كده يتخانق من القعدة كده ومن غير يعني، لازم نجدده ولازم نغيره شوية. فبصراحة كان يوم جميل والله. جمد قلبك عادي يعني، أنا ماشية كده بقى وقعدت بقى اتفرج بقى عليهم. هو بس اللي ركب طبعا، واحنا واقفين نتفرجوا عليه. ابص لفوق واشوف المنظر عالي كده، انا اترعب والله بجد. ده مربوط. ارفع كده، ارفع كده. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، وان شاء الله كده ربنا ان شاء الله يا رب كده يجعل ايامكم كلها سعيدة، ويجي العيد الكبير كده وانتم في صحة وسلامة ان شاء الله. طبعا العيد الكبير بقى طبعا بيبقى فيه امتحانات بقى، يبقى اللي عنده ثانوية عامة مش هيتحرك، واللي عنده امتحانات مفيش حد بقى بيعرف يخرج برضه، لان المدارس جاية بين الاعياد يعني. ربنا يوفقهم كلهم يا رب. فالجو بقى جميل كده، والجو بيبقى حلو والله. كده بقى لسه البتاعة دي هتطلع، وانا خايفة جامد. يا هاجر فين؟ هو اكيد فيه ناس كتير والله ما خرجتش في العيد برضو، يعني اللي عندهم بقى طبعا هي اجازة وكل حاجة، بس تحس بقى ان ناس بتيجي وبتعيد وكده، فمحدش بيعرف يخرج. يعني فرصة والله في العيد ان اي حد يغير جو كده بس يوم العيد طبعا لا، وتاني يوم زحمة، وتالت يوم زحمة. احنا استنينا لما الاربع ايام بتوع العيد كلهم انتهوا، ورغم كده برضو في ناس، بس مش زحمة بقى زي يوم العيد. اكيد يوم العيد ده بيبقى يوم زحمة جامد في كل حاجة، بيبقى زحمة في كل حاجة، في المواصلات وفي المكان نفسه اللي هما بيتفسحوا فيه. بس كده الجو هادي يعني كويس، احسن طبعا. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان عدى ما حسناش بيه والله، عدى بسرعة جامد يعني. ازاي يعني اول يوم رمضان بدأ شوية لقينا رمضان ايامه بتجري. كل سنة وانتم طيبين. شوف طالعة بقى دي طالعة لفوق عالية جامد يعني بصراحة. انا كنت ساعتها خايفة جامد، خايفة. شوف فوق عالية جامد، مش عارفة اجيب اخرها، بتلف بقى بيهم بسرعة جامدة.
ال- العيال الولاد بيحبوا يغامروا ان شاء الله يعني. بيجي بقى كده مهدي مهدي ويروح لافف بيهم فوق لفة جامدة كده، دي بتخوف. العيال بيفرحوا في العيد بقى كده يعني ربنا ان شاء الله كده يا رب يعيد علينا الايام بخير وبصحة وسلامة، ويجي رمضان كده علينا بالسلامة يا رب كده وبخير، ويجي يلاقيكم في احسن حال ان شاء الله. كده شوف بقى انا بص كده وبترعب بقى. عالية جامد جامد يعني. يا رب يا رب انزلوا بالراحه وحينزلوا الحمد لله يا رب. استغفر بمن وقت. استغفر الله العظيم يا رب انزل بالسلامه. استغفر الله العظيم. دخلنا الاول بقى اتغدينا، وبعد ما اتغدينا بقى كده استغفري وادعي لي يا خلاص رب قعدنا بالسلامه. اتغدينا، وقعدة جميلة والله وكانت حلوة. فبقى بدأوا بقى يطلعوا الملاهي في نفس المكان اللي فيه المطاعم. فبعد ما اتغدوا بقى قلت لهم طب يلا بقى ايه، عشان تفسحوا براحتكم بقى. شوفوا هي بتنزل بضغط جامد كده. لا وفي ألعاب كتير كذا حاجة، وكلهم برضو في حاجات أخطر من دي كمان برضو ركبوها. ركبها هو اللي طلع فيها ركبها، وحاجات برضو بصراحة فيها مغامرات. والله أنا بخاف من الحاجات دي. معرفش أبدا أبص لفوق كده بدوخ منها. ايوه انزلوا جامد انزلوا جامد. كل سنة وانت. لا وبصراحة يعني كده مش عارفة يعني، المفروض والله بجد الحاجات دي برضو مش عارفة ممكن تكون خطر، بس ربنا اللي بيستر يعني، ربنا بيستر على كل حاجة إن شاء الله. ربنا يحميهم ويحمي كل الشباب يا رب. كده بقى بيروحوا بقى يسيبوا دي بقى يروحوا لحاجات تانية بقى هم يبقوا على حاجات ياما بقى يركبوا عليها. دي سهلة بقى دي شوية يعني ايه كده، بتلفهم زي الدوامة كده، بس برضو ايه بيفكروا بقى هم يركبوا ايه تاني. ايه معتزك في البيت. تعالي اه يلا والله كان يوم جميل بصراحة. واي حد اوعي يا هاجر يعني لو مثلا في مثلا آه، حد ما بيخرجش، لا يخرج ويغير، لان طبعا قعدة البيت بتخلي الواحد ممكن بيمل من قعدة البيت. يعني تغيير يوم حتى كده، في كل فترة كده يغيروا يوم واحد. لا ما شاء الله يعني في كل الألعاب كل حاجة موجودة للأطفال، وكل حاجة بصراحة كل حاجة موجودة. شوف الملاهي الأطفال بقى حبايبي. الصغيرين جميلة والكبار جميلة احنا ما وكل الألعاب في العيد موجودة. ما جيناش. مفهوم النهارده الملاهي. إن شاء الله كده يا رب كده. اللي عنده طالب كده إن شاء الله في ثانوية عامة ربنا ينجحه وربنا معاهم يا رب، وتيجي الامتحانات السنة دي يا رب كويسة كده، وتكون مستوى الطالب متوسط كده يا رب. ربنا ينجحهم كلهم، وإن شاء الله كده يا رب تفرحوا بأولادكم، وما تضغطوش على نفسكم بقى. يعني في يوم كده اطلعوا بقى تغيروا. انا من النوع ان انا بحب البيت وقعدة البيت، بس لازم الانسان يغير. والله لازم الانسان يطلع يتفسح كده في يوم، يحس ان هو ايه، آه، تغيير بقى شوية، تغيير عن المطبخ والبيت وكده. الأماكن حلوة وجميلة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، وإن شاء الله بقى يا رب كده يفرحكم بأولادكم، وكل سنة وانتم بصحة وسلامة. فكده احنا رايحين بقى ايه، في بقى هنا حمام سباحة. ما شاء الله منظر جميل جميل والله. وفي كافيه
اي يعني يشربوا اي حاجة بقى، نقعدوا يشربوا حاجة نافورة وحاجات نظيفة كده وحاجات حلوة بصراحة. هو تقدر كام عنه؟ لا لو انت خايف انت ليه طفله كده ممكن اركب العربيه الكهرباء. لا مش عايز كهرباء، تعالى وما نكمل شاء راكب الله العربيه. بقى الأطفال كلها بقى يعني العيال الصغيرين وكله بقى ايه، مش عايزين ينزلوا بقى من الملاهي، مش عايزين، لا بصراحة فرصة بقى ان هم خرجوا. يمين عشان انت عمر كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. حاجه. خلاص على العربيات احنا يعني عمرنا ما الحاجات ديت العربيات ما فكرش عمري في حياتي، ما فكرت ان انا اركب حاجات من دي من زمان وانا صغيرة. لا طبعا بخاف من الحاجات دي. والله بخاف من اي المراجيح العادية ديت، بخاف منها. اوه يا رجلي. لا دولت بيغامروا بقى، يعني دولت محفظتك بيغامروا ما معانا خايف عليك. يفهمهمش حاجة. شنطه مفتوحه. لا بلاش تركبوا الحاجه الصعبه دي. قلت بقى نخرج ونجيبوا الحاجة يعني من سوبر ماركت، في حاجات لو احنا عايزين نجيبوا شوية حاجات كده نجيبه معانا اه بالمرة. الغربال حلو. والناس بصراحة والله كله يعني دي تقول ان حلوه. العيد انتهى، انا بحسب العيد انتهى خلاص. لا العيد كله زي ما يكون مش عايزين يخرجوا في الزحمة، وخارجين النهاردة بقى عشان الجو احسن. وما شاء الله كده اليومها كان آه، كان الكلام ده كان يوم ايه، كان يوم الخميس. اهي. اه هنا يا ابني الخميس. ايه انا خايفه عليك. كان ما شاء الله الجو جميل، جو تعالى هوا معايا. كده صيف جميل، وكان يوم جميل والله. انا عايزك في حاجه رعب. فقعدنا بقى كده، رعب. اخدت محفظتك؟ وبعد ما نخلصوا بقى ايه قلت لهم نروحوا بقى نجيبوا نشوفوا شوية حاجات كده في السوبر ماركت. وقلت لهم براحتكم بقى، يعني براحتكم انتوا طالما ما خرجتوش في العيد، ده يومكم بقى كامل، يعني خدوا اليوم كله كده كامل براحتكم. ما شاء الله يعني الجو هادي كده والناس هادية، مفيش تصورها لي بقى. زحمة وروقان كده، وما شاء الله كان يوم جميل والله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان بقى خلى الناس كسلانة بقى، طالعين من رمضان مش عارفين نغيروا نظام النوم، يعني القعدة السهرة لغاية الفجر وبعد الفجر نفس العادة موجودة بعد رمضان. فاحنا عايزين نغيروا بقى النظام يعني. كان رمضان بصراحة أيامه جميلة جميلة، فطبعا مفيش يوم زي رمضان تاني والله بجد. فجم بقى يركبوا دي كمان. فديت برضه بتوقعهم كده، وقالوا لا هنركبوا دي، قلت لهم طب يلا اركبوا. طلعوا بقى ركبوا. بس يومها بقى انا اصلا بخاف بقى واقول لهم بالراحه بالراحه. بقيت امسك نفسي كده بالعافيه، لان انا ما بحبش المغامرات دي. هم مبسوطين، قلت لو مبسوطين خلاص يلا براحتهم بقى. في ناس بقى اللي راحوا بقى كأنه مصيف بقى، خرجوا بقى، اللي راح اسكندرية واللي راح. لا احنا اخترنا اقرب مكان كده، بس مكان هادي وحلو والله. في دي بقى لو انا علت لكم جبت لكم الصوت الطبيعي، ضحكت ضحك لان العيال الصغيره كلهم وقعوا نزلوا في النص كده، وقعوا كلهم وكانوا بيصرخوا بقى، وكان منظر جميل. قعدت اضحك بقى عليهم ان هم كلهم اتنطروا من على كل ما يطلعوا على الكرسي تاني ينزلوا في النص تاني. ضحكت ياما يومها، كان يوم جميل والله. هي واقعة واقعة. فرحة ما شاء الله كده، يعني تحس كده العيد بقى ليه فرحة برضه حلوة.
العيد الكبير بقى هيجي ان شاء الله في الصيف بقى، يبقى الجو حر جامد وبيبقى فيه مصيف وخروج ده بيبقى كويس. بس احنا ان شاء الله كده يعني آه، ربنا ان شاء الله بس الامتحانات تعدي على خير كده يا رب. كل سنة وانتم طيبين بصحة وسلامة. في هنا بقى العربيات كده بالكهرباء، جميل. بتبقى عربيات الأطفال بقى بيسوقوا عربيات كده بيأجروها، يعني بيغيبوا حوالي نص ساعة تلت ساعة. آه، حلوة برضه يعني كده كده يعني اللي نفسه يسوق عربية بقى بيتسلى بقى ويركب عربية. كده بقى جينا بقى عند حمام السباحة كده. منظر جميل وهوا بقى هوا جميل كده. ايه ده هتطلع؟ شوفوا دي بقى مش عارفة ديت ايه، الغربال ده بيقلب دماغهم تحت ورجليهم فوق. ده بقى كان بصراحة مرعبة دي برضو، يعني انا العيال بيصرخوا بقى جامد اللي هم راكبين دول. لا انا ما ركبوش عندنا، يا ولادي ما رضوش يركبوا بقى ديت بصراحة تخوف يعني، بتقلب دماغهم تحت وبتقلب الخطر يعني. ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك مع مطبخ أكلة هنية طبخة هنية تكفي 100. اشتركوا بقى معايا حبايبي، اللي مشتركش يشترك معايا. وحطوا لايك كده واشتراك، وربنا يخليكوا ليا ان شاء الله. وقناتي بقى تتفعل بيكم ان شاء الله. يعني انا عندي دلوقتي لسه 530 مشترك، فاضل لي 400 470 مشترك، يعني فاضل لي كتير. ونفسي بقى انها تتفعل بقى، يا رب يا رب تتفعل القناة. فخليكم معايا بقى، اللي مشتركش يشترك مع طبخة هنية تكفي 100. يا احلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. وان شاء الله كده يا رب قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. كل سنة وانتم بصحة وسلامة. رمضان بقى بصراحة يعني كان الجزء الأخير ده بقى كان فيه شوية شغل بقى طبعا، كحك وبسكوت وحاجات من دي. ففي العيد بقى الناس كانت خلاص بقى ايه، آه، مش قادرة تخرج بقى. بس الحمد لله بقى طبعا الناس استردت نفسها تاني، والناس بقى ايه خرجت بقى كده. وان شاء الله كده يا ربنا يبارك فيكم يا رب. ما تنسوش بقى الاشتراك يا احلى متابعين. انا لو ما كملتش ال1000 مشترك انا قربت على السنة، يبقى انا مش هكمل معاكم. فالجدعانوا بقى معايا، يعني الجدعانوا لو انا ما كملتش ال1000 مشترك في خلال السنة خلاص بقى كده انا مش هكمل في اليوتيوب. فالجدعانوا بقى معايا كده، يلا اشتركوا معايا. ان شاء الله كده اكبر بيكم يا رب. واللي ما اشتركش يشترك يعني معايا، مش هتخسروا حاجة، ده انتوا ما شاء الله. لو اشتركتوا معايا هتعدوني اكتر من 100,000. يعني انا عايزة 100,000 مشترك بالعرض. واربح 3000 ساعة. ياه لسه بدري بدري بدري، والسنة قربت انها تنتهي. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. انت صورتيني وانا راكباه بجد. هو بعدك عاملها. هيبقى مشاهدات ايه للركب؟ ايوه ايه، انا فرحانة بقى انا. باي.
كده بقى دخلت السوبر ماركت، قلت اجيب بقى معايا الحاجة اللي احنا عايزينها. فدخلت بقى ببص بشوف بقى ايه اللي ناقص كده وايه الحاجة اللي احنا عايزينها. فما كانش انا بصراحة انا ما كنتش محتاجة غير الشاي. انا كنت قبل العيد بحوالي 3 ايام او 4 ايام كنت جايبة كل حاجة. فقلت بقى انا عايزة ايه، كنتش عايزة غير شاي وزيت وبهارات. فانا جبت شاي، خدت شاي نص كيلو شاي، 73. وجبت اللهم صل على سيدنا محمد بهارات. آه، بس الزيت بصراحة ما عجبنيش. يعني انا عندي زيت بس انا بحب زيت عافية، وما كانش موجود عافية، كله موجود زيت كريستال وحاجات من دي. فكل سنة وانتم طيبين وصحة وسلامة. كده بقى مروحين، خرجنا بقى كده وخلصنا ومروحين بقى كده.